ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والكون كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. يا ابن آدم لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادعو مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك. واسأل الطفل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك. سل رسول الله، قل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك. إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. الجمع الطيب الكريم، متابعة اللقاء في هذه الليلة الغراء التي ترتقي بجمال الأصوات فتربط بين أرواح الأرض والسماء إكراما بالقرآن الكريم في ليلة التكريم للوالد المربي الفاضل عليه رحمة الله، فقيد عائلات أبو الذهب بالمراحلة، الوالد والمربي الفاضل الحاج محمد سالم أبو الذهب، الذي أسأل ربي جل في علاه يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره، وأن يجعل هذه الليلة خير لياليه، وأن يجعله ربي برفقة سيدنا رسول الله في الجنة. باسم أنجاله الكرام حاج حفني أبو الذهب، حاج محمد سالم أبو الذهب، جميع عائلات أبو الذهب والعائلات المرتبطة بصلتهم، باسمهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير وفائق الاحترام إلى عموم مشاركي هذا العزاء. مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نعيش سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، يتلوها علينا العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد الله العطار مذاعيه الكبير والمقيم بعزبة العطار بالحجاجية القديمة، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني
حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. علمني قميص يوسف ان ما بعد الضيق الا الفرج. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. علمني قميص يوسف ان مصر في امان الى ان تقوم الساعة. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. من سورة يوسف احسن القصص. تلا علينا العلم القرآني الكبير الشيخ عبد الله العطار الاذاعي الكبير والمقيم بعزبة العطار بالحجاجية القديمة. كانت التلاوة ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للوالد والمربي الفاضل فقيد عائلات ابو الذهب بالمراحلة حاج محمد سالم ابو الذهب باسم انجاله الكرام حاج حفني ابو الذهب، حاج محمد سالم ابو الذهب. مشاركين العزاء استاذ محمد حفني ابو الذهب، استاذ علي حفني ابو الذهب، استاذ يسري ابو الذهب، استاذ حماده عبده ابو الذهب، استاذ محمد حسن ابو الذهب صاحب الواجب، معلم احمد ابو مرسي واخوته الكرام، جميع عائلات ابو الذهب، العائلات المرتبطة بصلتهم، عائلات الحيوان وابو عطية وابو شيبة وابو رحال وابو نعيم، اسمهم جميعا تقدم بخالص الشكر والتقدير الى عموم مشاركي هذا العزاء. شكر موصول قائمين على نجاح هذه الليلة صوتيات المهندس سامح محمد حمودة بالحاجر من داخل هذا القصر المشيد، اصحاب التاريخ المشرف ورشة وإنارة اولاد الحاج عبد الرحمن الطاروتي بالعرفات، خدمات الفندقية المتميزة، سلسلة مفيهات اولاد ابو زعبوب، دائرة المعلم خالد زعبوب بالمراحلة، مخرج هذه الليلة المتميز والمبدع دائما